آسف لو قلبي يكون طماع، بس الإنسان هو مفيش أخبار عن فتحية؟ مش انت صاحبة المشورة؟ يبقى روحي لها. الله، هي مش صاحبتك انت كمان؟ وبعدين انت لو وراكي عيل ولا راجل اخطفي رجلك وروحي لها. طب خلصي ده كله النهارده كله. ألف مبروك يا فتحية، ألف مبروك. الله يبارك فيكي. لسه فاكرة يا نظيمة؟ معلش حقك عليا، أنا رحت لك البيت ما لقيتش حد، رحت عند بابا قال إنك أنت ولدتي من 3 أيام. عقبالك يا نظيمة. وازاي ناهد؟ كويسة والله، كان نفسها تيجي بس أنت عارفة بقى البيت والعيال. وانتي بقى مش هتشدي حيلك؟ والله يعني أنا ابتديت أفكر. قلت بقى العمر بيجري والواحدة كل ما بتكبر سوقها بيرخص، قلت يلا بقى اتكلي على الله يلا واعمليها. اللي قالت لك عليه ناهد؟ لا. الله، امال مين ابن الحلال ده سعيد الحظ؟ قولي تعيس الحظ، انا لا ليا في الطبيخ ولا في غيره. قولي بس مين؟ يعني هو جار. بتحبيه يا نظيمة؟ هو جارنا من زمان. يعني بتحبيه؟ يعني هو كويس. ربنا يتمم لك بخير. انت بنت حلال، اللي هاخدك حقيقي هتبقى ام عيال. بس ما قلتليش امتى. شد انت حيلك وانا حدد. قولي لي بقى ربنا اداكي ايه؟ ايه بنت؟ ولد؟ الله، ايه يا فتحية مالك؟ انت لسه تعبانه ولا ايه؟ من جهة التعب انا اتهديت. معلش البكرية دايما كده. لا مش بس عشان بكرية. الله، امال ايه؟ البيبي يا اختي يا اختي يا اختي، بسم الله الرحمن الرحيم. بس بس ايه ده؟ انت كنت محوشاهم ولا ايه؟ بس مش معقول والله. جدع يا فتحية، اهي عملتها مرة واحدة وريحت نفسها. المهم تربط على كده. طب وهي بايدها ايه؟ هما الرجالة المصروعين وعايزين العيال. هما برضه يا ناهد؟ ولا اربط الراجل بالعيال حسب مشورتك؟ الراجل ما تربطوش الا المعاملة، ياما رجالة بيسيبوا بيوتهم وبيطفشوا، خلي بالك. جرى يا نظيمة، يا نظيمة هتغيري نظرياتي يا نظيمة. نظرياتي؟ طب اشتغل. انا بقى بصراحة ما بتعجبنيش المواعيد دي، علي اتأخر. انا نسيت اقولك، علي كلمني النهارده. المهندس اللي معايا كتب التقرير اللازم، وبعدين علي فكر ان المسألة محتاجة شوية وقت، وبعدين يا ستي هو مشغول بيعمل صفقة رنجة وزيتون وجبنة للمستقبل طبعا. مش ممكن، انا مش متصورة ان علي بيفهم في السوق للدرجة دي. ما انا قلت لك يا صفية. على فكرة انا بصراحة كده مش ممكن ابدا هسيب علي، انا هفضل شريكة على طول ليه. زي ما تحبي. ما تنساش كمان ان هو وفر للشركة مبلغ كبير قوي. قول لي فهمي، انت المفروض انك تسأل على بيته، دي بردك مسألة واجب. عندك حق يا صفية. يا ريت يا معتز تفوت على بيت الاستاذ علي تسأل عليهم، جايز يكونوا عاوزين حاجة. مش واجب ولا ايه؟ والله يا فندم واحنا مسافرين الاستاذ علي كان قال لي ان المدام بتاعته عند والدتها، وكان مشغول عليها لانها كانت على وشك الوضع. طيب ما ده يبقى ادعى انك تسأل. الحقيقة انا اترددت. لا، تروح دلوقتي تسأل عليهم وترجع تطمني. ان شاء الله يا فندم. مع السلامة. عن اذنك. والله فرحتك هتبقى كبيرة لما تيجي يا علي. ثانية واحدة.
اهلا وسهلا، اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي، اهلا وسهلا. معتز يوسف، زميلي الاستاذ علي. اهلا 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 وسهلا يا ابني. اهلا اتفضل بيك. اتفضل يا ابني. لا معلش، اصل في الحقيقه فهمي بيه رئيس مجلس الاداره هو اللي كلفني ان انا اجي اطمن على المدام، وخصوصا ان الاستاذ علي كان مشغول جدا على المدام. الحمد لله، جاب التوأم زي القمر، ولد وبنت. الحمد لله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني. اتفضل يا ابني، شربات. لا معلش، وقت تاني ان شاء الله. طب شويه شاي. شكرا جزيلا، تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي، احنا متشكرين قوي يا ابني. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. تصوري، مش ممكن الولد علي ده طلع عملي في كل حاجة حتى في الولادة. أظن. أيوة، بس أنت كمان لازم تعمل لهم زيارة. حاضر، هبعت قبل ما تروح. ماشي، باي. أما ولد. ايه بس يا ابني مالك؟ انت عندك مغص ولا ايه؟ وانت يا قلتك مش تنامي بقى؟ والله ابتديت المشوار يا فتحية. ايه ده جرس؟ ايه فتحية يا بنتي؟ انت لسه سهرانة؟ اعمل ايه بس يا ماما؟ تنام ألفت يصحى احمد يعيط يقوم يصحيها تاني. معلش يا بنتي. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بجوز. الله، بسم الله ما شاء الله. كده فتحية، كده تعمليها من ورايا. حبيت اريحك بالمرة. الله، بس شكلهم جميل قوي. هاتي هاتي هاتي. حدي، اهلا وسهلا. على السلامه يا حبيبي. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبي. لا مؤاخذة، أنا اتزخمت أما لقيت الأشياء هنا تاني. الله، بسم الله ما شاء الله، حلوين. بس دول لسه صاحيين. دول السهرانين مستنيينك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عم. نسيبك بقى انت والعيال. تصبح على خير. السلام عليكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير تصبح يا على ماما. خير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعبت يا فتحية؟ ربنا موجود. كان نفسي أكون أنا موجود ساعتها. ما انت دايما موجود. انت يعني بتغيب عن بالي. المهم قولي لي، أنت سميتيهم إيه؟ انا كنت عايزه استناك والله، بس هعمل ايه بقى؟ المهم يعني حصل إيه؟ كان لازم يتأيدوا بدكاتره المستشفى. وبعدين سميتيهم إيه؟ سميتهم احمد وألفت. الله الله، اسم احمد ده اسم جميل جدا. طول عمري نفسي في عيل اسميه احمد. وبعدين ألفت كمان اسم ظريف. هوريكي بقى انا جبت لهم ايه. طب هنيمهم وارجع لك. طيب. بصي، دي يا ستي حاجات احمد. الله، ودي هدوم ألفت. معقوله؟ بالطرطور. شفتي عامل إيه؟ معقوله الحلاوه دي كلها؟ طبعا الحلوين لازم تكون حاجتهم حلوه. لا واستني كمان في مفاجاه. اتفضلي يا حبيبتي، الشنطه دي 3/4 فيها حاجاتك. ربنا ما يحرمنيش منك. ربنا ما يحرمنيش منك انت. وبعدين المفاجاه دي علشان ام الحلوين. الله، مش معقوله مش معقوله. لا ولسه، شوف المفاجاه دي كمان. السلسله دي علشان ألفت. الله، هايله، ربنا ما يحرمهاش منك. ثم شيء جميل قوي دوت عشان خاطر صباع احمد. الله، هايل يا علي، ذوقك يجنن. ربنا ما يحرمناش منك. على فكره انا ما نسيتش بابا وماما، حاجتهم برضو في الشنطه. معقول؟ ده كتير قوي، كتير اللي انت بتعمله ده يا علي. مفيش حاجه تكتر عليك يا حبيبتي. طيب ما تخش بقى تغير هدومك كده وترتاح على ما احضر لك الاكل. لا لا لا، تعالي، انا اصلا كلت في الطياره. برضه مش كفايه، لازم تكون جوعت.
لا معلش انا عايز انام، يعني اللي انا حاسس ان انا محتاجه النوم، اصلا عندي بكره شغل كتير جدا. انا هدخل علشان احاول انام. يا اخي بتغني. اسمع ايه ده؟ انت ما حدش لابس حلقه، بتعرفيهم ازاي من بعض؟ ده احمد. ده دي ألفت. ايه ده، هم هيفضلوا عاملين كده ولا ايه؟ ده ميعاد رضاعتهم، بعد اذنك اعملها لهم. طبعا. بقول ايه؟ انتوا تخلوا عندكم ذوق وتخليكم مثقفين. ابوكوا راجع من سفر تعبان فعايز شويه رحمه يعني. وانت ايه خلاص نايم قوي متكيف. الحياه بالنسبه لك سعيده وبسيطه. وريني مناخيرك كبيره ولا لا؟ الله كبيره. طالع لابوك فعلا. وبعدين بقى انا خايفه الاساتذه دول بقى يحرجونا معاه، يبتدوا الزن تاني وهو راجع تعبان وعايز ينام. هعمل ايه؟ وبعدين بقى احنا هنبدا علاقتنا بالشكل الارهابي ده؟ الواد يصحى. خدي خليكي مثقفه كده ومنصته للامور بس. مش عايز زفت. مش هتنفع الحكايه دي. الحقيقه البنت عماله تزن مش عايزه تسكت. ايه ده بقى، انت هتزعل من اولها؟ ده انت لازم تتعود. ايوه مستعد اتعود، بس انا دلوقتي عايز انام. خلاص حالا يا حبيبي، انا هدي كل عيل الرضعه بتاعته، هغير للبنت وكل شيء هيبقى تمام. طب بقول لك ايه، انا هنام هنا بره احسن. معقوله يقولوا انك زهقت من ولادك من اول يوم؟ مش مساله زهقت، بس انا على السرير ده بالزحمه دي هنام فين؟ معلش نام انت الناحيه اللي جوه عشان انا بقوم كتير. طب شوفيني. حالا. ابو العيال. مش معقول، مفاجأة غير متوقعة. معقول يا راجل؟ وحشني. كل دي غيبة؟ معلش الشغل يا فندم. لازم عملت حاجات كويسة. الحمد لله. انا بس ارجو اني اكون عند حسن الظن، ما انا تلميذ سيادتك برضه. تلميذي؟ ده انت بقيت استاذ يا سيدي. العفو يا فندم. ها قول لي عملت ايه؟ لا الاول مبروك على الاسره. الله يبارك في سيادتك. الحقيقه يا فندم انا مش عارف اقول لك ايه. انتوا تعبتوا قوي معانا، سواء سيادتك ولا المدام. دي المدام عندي باستمرار في سيره سيادتك وفي سيره المدام بتاع سيادتك. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا لينا عندكم زياره لما ترجعوا البيت ان شاء الله. يا سلام، ده سيادتك تشرف يا فندم. ها قول لي عملت ايه؟ بس خلاص يا بنتي مش كنت قعدت شويه؟ هتروح لوحدك بدري تعملي ايه؟ معلش يا ماما، علي تعبان بقى ومحتاج يرتاح، وقته ضيق. ويعني هو مش هيرتاح؟ لا طبعا، بس يعني هناك محتاج برضه اوراق وحاجات بيته يا ماما. يا بنتي انا بقول علشانك انت يا حبيبتي. يعني انا كنت هقعد هنا على طول يا ماما؟ ما انا لازم هرجع في يوم من الايام. انا ما قلتش حاجه يا بنتي، العيال بس يجمدوا شويه. انت لا بترضعي ولا حاجه، هيتعبوكي. معلش يا ماما اتعود. السلام عليكم. هي جاهزه؟ التاكسي تحت. انا زعلانه منك يا علي. عشان راجعين بيتنا يعني؟ معلش يا حماتي انا ما عنديش وقت فعلا، لو كنت فاضي كنا قعدنا. جايز حضرتك تقولي طب سيب فتحيه. طب لو سبتها هعيش ازاي من غيرها بقى؟ طب والاولاد؟ الاولاد هم يلعبوا في البيت، وبعدين هي بقت ام ولازم تتعود تتحمل المسؤوليه، مش كده ولا ايه؟ يلا بينا. السلام عليكم. مع السلامه. اهلا. ايه ده؟ على فين يا علي؟ على بيتنا بقى، انت عارف يا عمي كل واحد يحب يرتاح في بيته. وده مش بيتكم برضه؟ بيتنا، بس هو بيتكم اولا ولازم ترتاحوا في بيتكم انتوا كمان. انتوا في حاجه ضايقتكم؟ ده انت يا دوب جاي من السفر ما بقالكش يومين. ما هو كده كويس يا عمي بقى. طب حتى يومين كمان؟ طب هقول لحضرتك حاجه، احنا نروح بيتنا نقعد لوحدنا ونجرب، اذا نفعت نفعت، اذا فتحيه تعبت هجيبها واجي تاني. وعد؟ وعد يا عم ان شاء الله. ولو انكم يعني كنتوا مالين علينا البيت، لكن امرك يا سيدي. مع السلامه. البيت مليان باهله. السلام عليكم. مع السلامه. احنا متشكرين جدا تعبناكم. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا ماما. مع السلامه. ما تغيبوش عليا. خلي بالك من نفسك يا فتحيه. مع السلامه. مع السلامه. كانوا مالين عليا البيت. ايوه كانوا مالين البيت. حضري لنا العشاء. يا سلام،
علي ده هايل. ايه رايك نخليه يتفرغ للشركه؟ انا فعلا فكرت نفس التفكير. تعرف يا فهمي ان الانسان ده فيه حاجه غريبه؟ تعرف ان كل العمليات اللي اتعاقد عليها ناقصه فعلا من السوق؟ ما هو ده راجل السوق فعلا يا صفيه. انا من البدايه قلت لك احنا وقعنا على كنز اسمه علي. ماله الواد بيعيط ليه؟ باين عليه جعان. طب هات البزازه. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه التانية دي بتعيط ليه؟ ايه شغل احنا مستعد. انا امسكي بقى، انا في اعصاب الحاجات دي. انا هطلع انام بره. خلاص بس سيبهم لي وروح نام. ولو ان انا خايفه عليك من نومه الكنبه دي، ده هتتعب ظهرك خالص. هعمل ايه طيب؟ بكره الصبح تنزلي تشتري لهم سرير ولا تنيميهم بره. شو حل؟ استغفر الله العظيم. قاعدين في العيشه اللي تعرف دي. انا فاضي كان عند العيال مش عند العيال. ده بقى المبلغ المستحق. ها تحطين اهو. بقول لك ايه ها انت مش ناوي تعزمي فتحيه؟ والله اتمنى، بس هتيجي ازاي؟ والله وحشتني. طب ما تيجي نروح لها ونبارك لها وهو بالمره كمان تعزميها. هتحضر الفرح وتسيب العيال؟ الله، جرى ايه يا نظيمه؟ هي كيمياء يا نظيمه، هي تشيل عيل وانا اشيل عيل. دلوقتي فتحيه بخبرتها دي كلها تعمل مدرسه للنصايح الزوجيه للمستجدين اللي زيك. هحتاجها ومعايا جامعة نصايح بحالها يا ناهد. شكرا، ميرسي. امشي يا بت امشي. يا فتاح يا عليم، طول الليل زن ونصحى على زن. صباح الخير يا علي. صباح الخير. تلاقيك ما نمتش طول الليل. لا نمت، بس نمت من التعب وقمت مش قادر اصلب طولي. يا ريتني ما نمت. والشيء ده مين فين؟ دي ألفت يا سيدي. وايه اللي مصحيكي بدري قوي كده؟ خلاص. وانت اخويا بتزن امتى يا اخا؟ طب امسك امسك ايه؟ امسك بس سمي بشويش. بشويش على ظهرها على ما اشوف اخوك. ليه مكيفه قوي. حطلي ايدك في خدك. انت مش عارف ان انا بشتغل في شغلتين، ولا انتوا بتاكلوا كده بالراحه وخلاص؟ نعم اخويا انت رخر، والله انا خايف اسيبك معاهم يعملوا فيكي حاجه. بس انا خايف عليك لا تتاخر. اسمع، تخلي بالك منه هو كمان واعمل لك الفطار. خلي باله منه هو كمان ازاي؟ يعني تخلي بالك منه من هو على الكنبه حتى وانا اعمل لك الفطار. هشيل الاثنين؟ امال اعمل ايه بس؟ يا سلام. فاكره لما قلت لك ناجل العيال شويه تقولي عايزه حاجه تسليني؟ هو ده اللي هيسليكي دلوقتي؟ طب بس انت بذمتك لما تبص لهم كده بتحس انك زعلان؟ لا مش زعلان ولا حاجه، بس خد انت بقى ايه، حطيهم فوق بعض كده، اعملي طابور وبعدين نبقى ايه اكليهم. بقول لك ايه، ما تنسيش تجيب لهم السرير. اجيب السرير ايه؟ هنزل فيه مش هلاقيهم كده طابور برضه واشتريه؟ معقول اللي انت بتقوله ده؟ طب وانا هعمل ايه يعني؟ ما اعرفش. انت تقدر تعدي على المحل تشتري السرير وتديهم العنوان يجيبوا لنا السرير لحد هنا. يعني اسيب شغلي واتفرغ لعيالك؟ لا 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 لا، اسمع، انا عندي حل احسن. عدي على بابا خليه هو اللي يجيب لنا السرير لحد هنا. ممكن؟ فكره. يا عين عليك يا بنتي، عامله ايه دلوقتي؟ حكايه السرير دي يعني ما تجيش اللي بعد الخناقه؟ ربنا يستر ويجيب العواقب سليمه يا رب. مالكوا بس من الصبح اللي ما بطلتوا زن؟ ايه بس اقول ايه لو حد شافه وتقول اتحسدته؟ مش معقول كده. ايوه
ايه ده؟ اهلا يا بابا. بسم الحقني الله يا الرحمن بابا. الرحيم. باجي 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 يا حلو باجي 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 هي هتحطيه فين؟ في اوضه النوم يا بابا. يلا يا ابني على جوه، يلا يا بابا. يلا يا حبيبي يلا. وبعدين بقى اللي ما بطلوا زن من الصبح ولا ادوني فرصه اعمل لابوهم لقمه ياكلها، لما يجي اقول له ايه بس ولا اتحجج بايه؟ بيقسموه سوا، اوعى حد ياخد منكم اكتر من التاني. مع السلامه يا حبيبي انت هو. انا نيمت لك الولد على السرير الكبير. كويس. مش عايزه حاجه تانية؟ انا هقول للست والدتك تنجد لك مرتبه على قد السرير. تنجدها ايه يا بابا؟ مفيش وقت للكلام ده. انزل هات لي مرتبه الله يخليك جاهزه كده من اي محل. حاضر عينيا الاثنين حالا. ما تحرمش منك يا السلام بابا. عليكم. يا رب ارحم. معقول كل يوم حاجه مصدع وعايز انام. صباح الخير يا سياده المدير. صباح. وبعدين بقى انت كمان ايه حكايه سياده المدير دي؟ مش حضرتك مدير المشتريات برضو؟ مش عليك انت يا سيدي. طب يا سيدي الله يكرمك، عقبال كده اما تبقى رئيس مجلس اداره. يوه نسيت، الا مجلس الاداره دي. بقول لك ايه، سيبك من الهزار. ايوه. ما الاقيش معاك اسبرنتين. ليه خير؟ يا اخي الصداع هيموتني. الله، هي المشتريات تعمل كده؟ مشتريات انت كمان بس؟ الله، امال ايه بس فهمني. ايه السلام، هنلف يعني ولا ايه؟ يوه اسف نسيت، اكيد العيله الكريمه. طب يا اخويا ظريف، اتفضل. دي بقى هتفك على امتى؟ اعمل ايه بس يا رب؟ ايوه يا علي انا هنا. تعالى بس بشويش لحسن العيال يصحوا. سعيدة فتحية. سعيد. انا هاكل حالا اهو. حالا ايه؟ انا شايف اللحمه لسه مجمده زي ما هي في الحوض. معلش دقيقه واحده هكون جهزت الاكل. لسه الاكل؟ وايه العلب دي كمان؟ باميه. باميه محفوظه؟ انا من امتى باكل طبيخ محفوظ؟ ما هو ايه؟ هو من اولها كده لا نوم ولا راحه ولا اكل، ده حاجه طاق. ما العيال ما بطلوش زن، اعمل ايه يعني؟ وانا اعمل لك ايه انت كمان؟ اعمل لك تعمليه؟ الله، هقطع نفسي يا علي. يعني انا اللي اقطع نفسي؟ ما انا اللي النهار في الشغل. العيشه تقرف. وانا اعمل ايه بس؟ امال اللي عندها 3 و4 بتعمل ايه؟ ايوه يعني هم يا ولادي انا لوحدي، هو كمان لازم يساعدني. بس ده بيجي تعبان قوي، شغل بالنهار وشغل بالليل. انا بقى لو كلمته دلوقتي هتبقى خناقه، وبابا زمانه جاي، معقوله يجي ويلاقينا متخانقين؟ على ايه بقى؟ اما الحق اصالحه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كتر خيرك قوي يا بابا، انا تعبتك معايا النهارده. ما تقوليش الكلام ده، ما هو دول ولادي برضه. علي جوه. يا عمي شوف، سبحان الله، دخلت لقيتهم هما الاثنين قاعدين ساكتين، بصيت لهم بصوا لي وابتسموا. ايه ده؟ يتربوا في عزك يا حبيبي، المرتبه بتاعتهم اهي. انت طالع بيها على السلم كده قدام الجيران؟ يا عم انا تعبينك معانا يا عمي. تعبك راحه يا ابو احمد. على فكره احمد هو الكبير، اتولد قبله بنص ساعه. لا 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 خليهم، وروح انت شوف المطبخ عشان عم ياكل معانا لقمه. لا هو انا اقدر على حماتك يا حبيبي، زمانها مستنياني على نار، عايزه تعرف اذا كنت جبت السرير ولا لا. لا هو ده معقول هتيجي وما تاكلش معانا؟ معلش يا حبيبي مره تانية، السلام عليكم. يا عمي ما نكلمها هي كمان تيجي تاكل معانا. معلش يا حبيبي، السلام عليكم. مع السلامه يا مع بابا. السلامه. الله يسلمك، السلام عليكم. مع السلامه. معلش يا فتحية، اعذروني اذا كنت زعقت شويه. انا اصلي تعبان في الشغل ليل ونهار، وبعدين ما بعرفش انام ولا ارتاح. هنبدا بلاش نقول كلمتين. معلش يا حبيبي، تعالى بقى نحط المرتبه بتاعتهم في السرير ونشوف هيبقى شكلها ايه. انت جبان.
ما اسهل قوي. ده عال. هايله. خدي جربي الشاب ده. تعال تعال يا حبيبي. انت حلوه انت نفسي اعرف انت شكل مين. ما تحاولش، مش هتلقى لها شبه، دي نسخه واحده. بس عال. على الاقل يبقى هم في سرير وانا الاقي سرير انام فيه واتمطع زي زمان بدل نومه الكنبه. فتحيه، انا مش عايزك تزعلي مني لما اتوتر شويه ولا ازعق. انا اصلي اليومين دول بفكر في حاجات كتير. انا حتى بفكر اقدم استقالتي. استقالتك؟ يعني بعدين نبقى نتناقش في الموضوع ده، بس انت استحملي شويه وبعد كده كله هيبقى تمام. طبعا احنا متفقين على كل ده. بس انت اخليتي بالاتفاق. انا طبعا. امال ايه المشاكل اللي حصله لي هنا؟ طب بص لهم كده، بذمتك مش عندي حق؟ جيتي للحق، عندك حق. بقول لك ايه، غديني بقى، انا ميت من الجوع. يلا. هي اللي جابته لنفسها. نفسي اعرف البت دي فيها شبه من مين. يا دي الوقعه، الباميه اتحرقت. انا هلاقيها منين ولا منين بس؟ مفيش باميه، مفيش غير فاصوليا. اعمل له فاصوليا؟ طب وبعدين؟ ده شافها باميه هياكلها فاصوليا؟ كان حته منظر يا عواطف، انا ضحكت كتير قوي. على فكره علي ده طيب وابن حلال، بقى شايل العيلين وملخوم بيهم. حتى لما فتحيه قالت له ادينا عيل اشيله قال لها لا كفايه عليك انت المطبخ. وبتضحك؟ ما جاب لها شغاله. ده جرى ايه؟ ما انت كنت راضي عنه يا عواطف. راجل بقى ما يقتدر يشوف لها شغاله ب10 او ب20 جنيه. نعم يا اختي، هو في شغاله ب10 ولا 20 جنيه؟ الشغاله النهارده بالشيء الفلاني. وايه يعني؟ يستخسر فيها ولا في ولادها؟ مالكيش دعوه، سيبيهم انت في حالهم يعرفوا شغلهم مع بعض. لو عايزه شغاله هتبقى تقول له. هي ما بتقولش ولا بتعيد، انا بقى اللي هقول له. عواطف ابوس ايدك، مالكيش دعوه بيهم خالص. الو، اهلا. اهلا يا حاج. اهلا ابو هشام. ازاي الواد صادق الصغير؟ تمام. لا والله يا حاج، المركب هتاخر شويه. لا معلش، حصلت ظروف كده في المينا بتاع التصدير. ايوه ما انا عارف ان السوق فاضي يا سيدي، خليه يشح. كل ما يشح اكتر احنا هنبيع اغلى. لا ان شاء الله، تحت امرك. اهلا بيك، مع السلامه. جعان جعان بقى. اشوفها باميه بعد شويه الاقيها فاصوليا. انا اكيد كنت نايم. طب اعمل ايه دلوقتي؟ معقول ابعد اجيب اكل هنا؟ لا انا انزل اكل. معقوله دي؟ يبقى لي بيت واكل بره. الله ايه ده وهيب ده؟ عازف بقى، هعمل ايه؟ بصرف النظر يعني ايه المساله دي؟ ده اكل. ايوه ما انا فاهم انه اكل. ايه محتوياته يعني؟ محتوياته مخ. هو فين المخ؟ هو انت اللي يشوفك يبقى عنده مخ؟ الميه بسم الله ما شاء الله. انا بحب اجي هنا الشركه دي، اتنين محترمين. الله يخليك. والله العظيم محترم. اي عمر مني؟ خد. ربنا يخليك يا سيدي. ربنا يعمل بيك. يلا شاكرين قوي، ما تحرمش. الف سلامه. اتفضل يا بيه. بقول لك يا وهيب. يا فندم. ايه يا فندم بقى والكلام ده؟ ما تخلينا ماشيين حلوين زي ما احنا. سلام. واحد وحشته قوي ايام العزوبيه واكل العزوبيه. والله اصل بيني وبينك زي ما بيقولوا معزوبيه اللي بعد جواز. يعني الواحد هو عازب او كله ماشي، انما بقى لما يتجوز
برضه بيعيش حياة تانية. لقمة نظيفة، قميص نظيف، سرير متساوي، نومة هنية. إنما بقى لما يرجع العزوبية تاني زي حالاتي يبتدي بقى التعب. لا لا لا، يعني ايه؟ انت بتفكر تتجوز ولا ايه؟ يا ريت. معقولة علي يكون جاي دلوقتي بدري كده؟ دي لازم ماما بقى. هي ازيك يا نظيمة؟ ازيك يا فتحية؟ ازيك؟ ازيك؟ ألف مبروك. مبروك واحدة؟ لا مبروك مرتين. لولو ده ولولو ده. ازيك يا فتحية؟ كمان مكلفين نفسكم مش معقول. لا أبدا ولا حاجة. اتفضلوا أهلا وسهلا. معلش يا فتحية اعذريني، أخرت عليكي كتير قوي، معلش. أنا عارفة يا ناهد والله عارفة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. والله دخلت الدوامة يا فتحية. وباينة عليا مش كده؟ هي دوامة بعقل. معلش بس مش دوامة ظريفة بذمتك؟ أهو مالين عليك الدنيا كلها. يا سلام، مخليني الدنيا شكل تاني. طول النهار سكات وطول الليل اخدها وردية عياط. هما كده الولاد في الأول، وبعد كده بينظموا وقتهم، صحيان طول النهار ونوم طول الليل. يا ريت، ده باباهم المسكين ما بيعرفش يغفل لحظة واحدة. عن إذنك. اقعدي رايحة فين؟ تعمليش أي حاجة. نظيمة قامت بالواجب وأكتر، فرقت شربات على الشغل كله. إيه ده؟ معقول يا نظيمة؟ البت دي غتيتة وغلسة وبتهول. هي حتة جاتوه حاجة ساقعة. ما هو من قدم السبت يا نظيمة. أنا عارفة إن أنتي قد الواجب وزيادة. المهم، هترجعي الشغل بعد 3 أشهر ولا لأ؟ أنا واخدة أجازة بدون مرتب. لا يا حبيبتي، ده كان زمان. دلوقتي المصاريف كترت والعيال أهو موجودين. العيال أهم. نظيمة، إيش عرفك أنت يا نظيمة؟ اسكتي. بكرة هعرف. ما هو ده بقى الجزء التاني من الزيارة. إيه ده؟ صحيح يا نظيمة؟ إمتى؟ يوم الخميس الجاي. ألف مبروك، ربنا يسعدك. فتحية، اعملي حسابك، شبكة وكتب كتاب مع بعض، يعني الهدية تبقى على قلبها قد كده اهو. اللهم طولك يا روح. الحمد لله يا سيسي. سيسي. ايوه يا ام. بقول لك ايه؟ نعم. الاستاذ وهيب انا ولا مشي؟ مشي. ايه في حاجه؟ لا بيه. الو؟ استاذ وهيب؟ لا مشي. نعم. يا عمر. اوامر ايه؟ انا مش طايقك، مش عايز اشوف خلقتك. خد الصحافه واتكل. شكرا. أقدم الاستقالة ولا أجلها شوية؟ والله أنا بدأت أتعب ومحتاج أرتاح. أنا كمان بقيت بدوخ في التدوير على التاكسيات. أنا محتاج عربية صغيرة بدل الغلب اللي أنا فيه ده. ده أنت محتاج حاجات كتير قوي. محتاج شقة واسعة عشان ترتاح، ومحتاج عربية عشان ترتاح، وبعدين الشقة الواسعة دي محتاجة شغالة، والشقة كمان محتاجة لوازمها، عفش جديد ونجف وسجاد. العملية داخلة على الواسع قوي. يا الله، تتدبر. ما تهدى بقى يا حبيبي، ربنا يهديك. ابوك ما بيعرفش ينام دقيقه في البيت ده خالص. يمكن ينقلنا الشقه الجديده عشان يلقى مكان ينام فيه. مساء الخير. مساء الخير. مين ماسك نبطشية الزن الليله بقى؟ سي احمد. احمد افندي، تعال يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هذا كمان؟ انت مش تخليك جدع كده ومثقف وتحترم ان الناس عايزه تنام؟ هروح احضر لك الاكل. لا اكل ايه؟ انا اتعشيت بره خلاص. بصراحه ما بقتش اضمن الاقي حاجه هنا كلها. الله بقى يا علي، وانا هعمل ايه؟ هو انا قلت لك حاجه؟ اديني وفرت عليكي شويه تعب. تعالي بس. طب اعمل لك حتى شويه شاي؟ ولا شاي ولا حاجه. تعالي. يا سيدي، ايه بقى؟ خايف من ان انت اول ما جيت بطلت زن على طول.
فتحية، انا عارف انك تعبانه، بس كلها كام يوم ان شاء الله وهتتحل مشاكلنا. في شحنه هتوصل المينا على باخره، السوق منتظرها بفارغ الصبر، يعني هيتوفر قرشين حلوين يحلوا اغلب مشاكلنا. ربنا يوسع رزقك يا حبيبي. بصراحه العيال دول وشهم حلو عليا، بس مش متفاهم انت مع المثقفه التانيه دي. شكلك مش مدرك الامور. ايه بصي كده هاتوا بقى كفايه. يلا غير هدومك لحسن الوقت اتاخر. خدي على الحال شويه. تصبحوا على خير. وانت من اهلك. يعني فكرك كده، بس انا شايفه انها عمليه كبيره قوي عليه يا فهمي. لا مش كبيره ولا حاجه، وانا هطلب منه من بكره يتفرغ للشركه. شغل الحكومه ده تضييع وقت. طب ما تفكر انت. انا ما ينفعش العمليات دي. وبعدين وجودي برضو كرئيس مجلس اداره مفيد. وبعدين بقى في القلق وعدم الراحه دي، هو كل يوم كده مفيش نهايه للحكايه دي. معلش يا مش عم. عايز كلام، مش عايز اعتذار. لا اله الا الله. انا عارف انه مش بايدك، انما كمان مش بايدي. مش معقول كل يوم اروح الشغل انام هناك واقول لهم ما كنتش نايم في بيتنا، مش طبيعي. انا هنام هنا على الكنبه. خلاص وماله، زي ما تشوف. ثانيه واحده. بعدين بقى في الحكايه دي ملهاش حل غير شقه جديده. يبقى بكره اول حاجه الحاج توفيق ابو الهدى. الو، اهلا. اهلا يا معلم. يا معلم توفيق، والله انت ابن حلال. انا كنت لسه هتصل بيك. انا الحمد لله. بكلمك وانا بتاوب، ما جاليش نوم طول الليل. انا في عرضك، انا محتاج شقه، محتاج شقه. ايوه، اعمل معروف، اخوك الغلبان ينوبك فيه ثواب. ده انا ما بنامش لا ليل ولا نهار. نايم على الكنبه، قمت جسمي مدغدغ. ايه ده؟ عندك انت شخصيا؟ بجد؟ يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. طيب ايوه، نخلص شقه علشان نخلص الحساب اللي هنا. يا سيدي، ما بين الخيرين حساب. ده انت حبيبي. الله يكرمك يا معلم. يا مرحب يا مرحب. طب امتى؟ ماشي، انا متشكر جدا، متشكر جدا جدا جدا. بارك الله فيك. الف سلامه يا معلم. يا سلام، الحمد لله، اخيرا هلاقي مكان ارتاح فيه. طب وبعدين؟ ده بتاع الخضار ده مش باين عليه هيعدي من الشارع النهارده. انا هعمل ايه مع علي؟ كل يوم يجي يزعق لي وما يلاقيش اكل. ملهاش حل بقى. انزل انا اجيب طب والعيال اسيبهم ازاي بس؟ اخبط على حد من الجيران يخلي باله منهم. بس مين من الجيران اللي ما اتصاحبت على حد منهم؟ اهلا يا ماما. مش معقول يا ماما، انت جيتي في وقتك. مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ العيال جالهم حاجه؟ علي تعبان؟ قولي لي اتكلمي في ايه؟ لا ابدا يا ماما، انا اللي تعبانه. استني بابا طلع. تعبانه من ايه يا حبيبتي؟ العيال يا ماما تعبني خالص. وانت فاكره ايه؟ انهم بيضربوا بالساهل؟ امال سموهم ضنا ليه؟ عشان بيضنوا ويعذبوا. ما تخلي علي يشوف لك يا بنتي الشغاله بدل التعب اللي انت فيه ده. لسه يا ماما بقى مش وقت. العيال نايمين ولا صاحيين؟ السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا بابا. ايه اخبار ام العيال؟ ايه معقول خضار؟ ايه ده؟ كان قلبك حاسس؟ ولحمه وكله. اصل احنا عازمين نفسنا عندكم النهارده. الله استني.
والنهارده يا علي احنا هنتغدى سوا. ايوه يا فندم، بس دول في البيت ما عندهمش فكره. يا علي رجل الاعمال ارتباطه الاول بعمل مش ببيته. ثم يا اخي انت ما فيش تليفون قريب منك جار مثلا؟ الحقيقه انا ماليش اختلاط بحد. ايوه بس ساعات بيبقى فيه ظروف طارئه. طيب تسمح لي سيادتك اوصل لغايه البيت؟ ده كلام يا علي للدرجه دي؟ لا يا فندم، مش للدرجه دي ولا حاجه، مش قصدي يعني. احنا نازلين احنا الاتنين سوا على هناك، وصفيه تبقى تحصلنا. على فكره انا كنت عاوز اتكلم معاك في مساله تفرغك للشركه. ايه فاجئتك ولا حاجه؟ لا ابدا، بالعكس انا فعلا كنت بفكر في الحكايه دي. يا علي العمل ما عادش يسمح بتضييع الوقت، ومساله تفرغك للشركه دي هتخلينا نعيد ترتيب الاوضاع، واحنا هنتكلم مع صفيه في الموضوع ده. المهم خلص اللي وراك وانا هبقى اضرب لك تليفون. علي، انا ليا صديق صاحب اجنس عربيات، انا بفكر اشتري لك عربيه صغيره كده. وقتك طبعا اسمن من انه يضيع في المواصلات. والله انا كنت بفكر في حكايه العربيه دي. الله، ده احنا الاتنين على خط واحد بقى. دايما ان شاء الله. السلام عليكم. معقول اللي بيعمله ده يا بابا؟ الراجل حجته معاه، اشغاله كتير، وقته مش ملك. ايوه بس كان يقول يا بابا. يمكن يا بنتي في ظروف. على كل حال انا هكلمه بالليل بالتليفون واجي اطمنكم، ده اذا ما جاش لغايه بالليل. يلا يا توفى، السلام عليكم. مع السلامه يا بابا. فتحية اوعي تعمليها زعلة ولا حاجة، يعني هو بيتعب ويش عشان مين؟ ما هو علشانكم، والراجل يحب الكلمة الحلوة مهما يكون غلطان. طبعا يا ماما، انا بس قلقانه عليه. معلش اقعدي بالعافية. مع السلامه يا ماما. يا ترى حصل ايه؟ الحكايه كله مره واحده، الشقه والعربيه. حد يصدق؟ فتحية أكيد هتشك. فتحية مين؟ ده أنا شخصيا لازم أشك. حاول إيه؟ ده أكيد رزق العيال اللي كنت خايف منهم. أيوة أهلا يا هانم. لا يا أموري، فاهمي بيه؟ ازاي بقى؟ انا تحت الامر. فين يا فندم؟ في البيت. لا حاضر، لا بالثانية هكون موجود. طيب الف سلامة. الاجتماع الاخير. الحقيقة يا فندم انا مش عارف اقول لسيادتك ايه. ما تقولش حاجة خالص يا علي. باركيله يا صفية على العربية. مبروك يا علي. ايوه كده، عشان تبقى تاخد الهانم والولاد وتروحوا النادي. اولا انا جايبك النهارده يا علي عشان قرار في كلمة واحدة. هتقدم استقالتك امتى؟ والله يا فندم اللي تؤمر بيه سيادتك. انا شايف انك تقدمها بكرة. طيب انا بقول ما نخليها لاول الشهر احسن. ليه يا علي؟ يعني اصلا انا لو قدمت استقالتي فورا هيبقى شكلها مكشوف، انما اكيد اول الشهر يبقى اظرف. فعلا عندك حق. انا موافق، بس ليا شرط. اللي تؤمر بيه سيادتك يا فندم. تكتب الاستقالة دلوقتي وتمضي عليها وتحط عليها تاريخ اول الشهر وتخليها في جيبي. يا للدرجات دي يا فندم؟
يا علي انا عاوز احطك على اول الطريق الصحيح، بس انا خايف انت تتردد. لا لا خلاص، اللي تشوفه سيادتك. صفيه هات لنا ورقه وقلم. حاضر. دلوقتي يا علي نتكلم في شغل الشركه الجديد. ده كده اتأخر قوي يا بابا. أشغال يا بنتي. أنا لما اتصلت بيه في مكتبه قالوا لي عند رئيس مجلس الإدارة وادوني نمرة تانية أتكلم فيها. ما تقلقيش. مش عارفة يا بابا، أنا خايفة عليه قوي. خايفة عليه من إيه؟ معرفش، بيتهيألي كده الناس اللي بيشتغل معاهم بعد الظهر دول مودينه في سكة بعيد. إيه ده؟ يعني إيه؟ ما أنا مش عارفة، لكن ده إحساسي. هو أنت بس علشان بتحبيه قلقانة عليه عشان بيتأخر بره؟ لا يا بابا، لا لا لا، الحكاية مش كده خالص. فتحية، انت طول عمرك عاقلة من وانت صغيرة. عالي يا حبيبتي مش صغير، والدنيا بقت صعب ومحتاجة مصاريف كتير كتير قوي. انتوا دلوقتي خلاص بقيتوا عيلة، يعني عندكوا عيلين. لما هيكبروا هيحتاجوا مصاريف كتير. علي إذا ما كانش هيشتغل دلوقتي هيبني مستقبله إمتى؟ انت لازم توفري له الراحة. اديني بحاول يا بابا. يا اخواتي الراجل اتاخر كده ليه؟ جراله حاجه؟ لا بعد الشر. لا هو هناك قاعد بيلت ويعجن، ما انا عارفاه قاعد هناك وسايبنا على نار. انزل اروح له، انزل اروح له. طب انا لو نزلت دلوقتي يمكن يجي على غفله. ادي قاعده. مش معقول يا بابا اللي هو بيعمله ده. يا بنتي استهدي بالله. في راجل يخرج من بيته من الصبح ما يرجعش لغايه دلوقتي، دي حاجه تجنن. كراهيه يا فتحيه، ده انا اللي بقول عليك طول عمرك عاقله. اهو جه. مساء الخير يا عم. اهلا يا حبيبي. انا اسف جدا، مش عارف اني هتاخر للدرجه دي. لا معلش يا حبيبي، ما هو اكل العيش مش سهل. سامي يا فتحيه. على ايه بقى؟ تلاقيك تعبان. مش تعبان ولا حاجه، انا عارف انك زعلانه بس ما تقوليش على خاطرك مني. فتحيه، انا سبق قلت لك اصبري شويه وان شاء الله ربنا هيفرجها. انا عندي ليكي مفاجاه عظيمه. هنفضل نزن؟ طب اتفضل معانا يا عم، تعالي هوريكي حاجه. تعالى يا عم اتفضل. اتفضل. ايه شايفين العربيه اللي واقفه تحت العماره دي؟ دي تبقى العربيه بتاعتنا. معقولة؟ بتاعتنا؟ الف مبروك عليك يا فتحي. الف مبروك يا علي. عربيه جديده ومن غير نمر فل. وبعدين ان شاء الله حضرتك هتصل معانا وهروح اوصلك بنفسي، وكمان ممكن ناخد العيال ونروح بيهم لفه. تعبت دلوقتي؟ طب ده لسه المفاجاه كبيره. تعالى اتفضل يا عم. اوبا اوبا ابو العلوه، ايه المفاجاه الثانيه؟ احنا شفنا العربيه. يا ما في جرابك يا حاوي طلع. دلوقتي ده مفتاح ايه؟ العربيه. وده مفتاح الشقه الجديده. مش معقول. ربنا يهديك يا علي ويفتح لك الابواب المقفله. الف مبروك عليك. الله يبارك فيك يا عم. ايه رايك يا عم بقى؟ تسهر معانا الليله بقى. لا معلش فول ده بقى. انا لما اروح اشوف حماتك لحسن تفتح لي محضر بقى وسين وجيم. خد سمي يا حبيبي. طب بقول لك حاجه، احتفالا بالمفاجاتين الكبار قوي دول، فتحيه تروح تلبس اي حاجه وتجيب الولد ونروح سوا ونلف لفه. يلا حبيبي. حالا. شفت وش العيال حلو ازاي؟ البنت دي اللي جابت العربيه. فل. يا ترى اتاخر كده ليه؟ يكون جرى له حاجه؟ لا بعد الشر. يا ساتر يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب، انت عالم بيا يا رب. اعمل ايه دلوقتي يا اخواتي؟
اعمل ايه؟ اهو جه. الحمد لله الحمد لله. تعال هنا تعال هنا، رايح فين؟ ما في ايه؟ تعال هنا، اتأخرت ليه؟ ومين العربية دي اللي جايباك؟ نعم، العربيه اللي جايباني؟ ايوه، عربية مين دي؟ مش هقول لك. لا لازم تقول. ومين الست دي اللي كانت جنبك؟ انت بتغيري عليا؟ انت بسرعة، مين الست دي اللي كانت جنبك؟ بنتك. بنتي؟ بنت اخويا ما عندهاش عربية. لا عندها، جوزها جاب لها عربيه النهارده وهي اللي وصلني بيها لغايه هنا. يا سلام. ايوه. طب ما طلعوش ليه؟ لسه بقى هيضربوا بولت عشان يتفسحوا وبعدين يروحوا البيت بقى. وسايبني انا هنا قاعدة لوحدي. بقول لك ايه، انا هخش اغير هدومي وانت حضري لي العشاء. عشاء؟ والله ودخلت القفص وبقيتي زينا يا نظيمه. طب قولي مبروك الاول. ما قلناها من ليلتها، هي سيره. تعرفي انا كنت فرحانه بيكم قوي وانتوا حواليا كده، انتوا وفتحيه. نظيم فرحانه بينا برضه يا نظيمه ولا بالهدايا اللي احنا جبناها لك؟ يا نظيم، بوكي الورد اللي قد كده اهو اللي جابتهولك فتحيه هي وجوزها والنجفه بتاعتي. امان عليك يا نظيمه، كل ما تنوريها بقى افتكريني. فاكراكي بيها ومن غيرها، قدري انك معايا. دوروا الباقي على فتحيه اللي جت رغم ظروفها. ده انا بفكر نروح لها انا وسعيد جوزي ونشكرها. تشكريها على ايه؟ المفروض هي اللي تروح تبارك لك في بيتك. فتحيه حملها تقيل، ربنا يكون في عونها. وبعدين احنا اخوات، مفيش بينا تكليف. وبعدين تعالي هنا. ايه بس في ايه؟ قاعده بتحلي الكلمات المتقاطعه وبتشربي شاي. بقرا البخت